السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير للجميع، مساء الخير علاء، إن شاء الله تكونوا قاع بخير خوتي. من فضلكم أول شيء بارطاجيو هذا اللايف باش يلحق لخوتنا اللي ما على بالهمش باللي عدنا والعود أحمد في هذه الصفحة اللي تعرفوها كامل خوتي. هذه الصفحة اللي موالف نتواصل فيها معكم ودائما ألقاكم فيها، رغم أنني في الأيام الأخيرة الله غالب ظروف عائلية وشخصية ما سمحتليش نتواصل معكم كما يقول لك نبقى في تواصل معكم بشكل منتظم، لأن الأمور كانت صعبة جدا بالنسبة لي لظروف عائلية مرة أخرى. مع الوالدة ربي يرحمها إن شاء الله. الوالدة قبل ما نبدا هذا اللايف نشكركم كامل خوتي، يعطيكم الصحة كامل اللي دعيتوا لها اليمة العزيزة بالرحمة. قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله رب العالمين أن يتقبلها عنده يا رب العالمين في الجنة في الفردوس الأعلى، ويعطيكم الصحة مرة أخرى. والله يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، فريمون يعطيكم الصحة والله العظيم. كما يقولوا له تشجيعاتكم ودعمكم دائما من القلب إلى القلب أحبتي في الله. برك ما نساوش خوتي نزيدو نبارطاجيو لأحبابنا اللي مازال ما على بالهمش باللي عاود رجعت إن شاء الله، وسوف نبقى إن شاء الله نعاودو نبقاو إن شاء الله في تواصل، وكي تكون هكذا إن شاء الله أمور جديدة كما ترون لا جديد يذكر. راكم شفتوا القائمة لما يكون جديد صدقوني أول من يعلم أنتم بإذن الله تعالى. ونحن نعيد ونقول دائما نحن نأتي بالخبر ولا نتحكم في تغيراته. لماذا لا نتحكم في تغيراته؟ لأننا لسنا نحن من يقرر في مكان اللاعبين. هذه عن جانب. من جانب آخر نعود إلى القائمة اليوم تاع السي بيتكوفيتش. فلاديمير بيتكوفيتش فضل أن يستدعي 29 قائمة 29 لاعب. 29 لاعب ربما لأنه لديه مباراتين، ولأنه يريد كذلك أن يسترجع ثقة بعض اللاعبين الذين لم يستدعيهم في تربص شهر مارس. كذلك فيه مباراة داخل الوطن يعني في ملعب قسنطينة أمام رواندا، ومباراة خارج ديار أمام منتخب قوي وقوي جدا اسمه منتخب السويد. إذا اليوم نحن أول شيء نقوله لكم من ذوك، نحن لسنا مع ازدواجية التحليل. كما كنا نقولوا على عمورة لازم يلعب ولازم يكون في المنتخب الوطني، اليوم نجيو نقولوا كذلك لازم اللاعب بولبينا تكون عنده فرصة باش يلعب في المنتخب الأول. المنتخب المحلي راه كما يقولوا إلى في سي بروف، يعني برهن أن لديه مكانة، وهو من أهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات الشان المقبلة بتسجيله ثنائية في مرمى الفريق المنتخب الغامبي. إذا si on parle de but décisif, il a été décisif، يعني كان حاسما. وهذا ما جعل يعني المتتبعين وخاصة المهتمين بالمنتخب الوطني يقولون أن بولبينا لا شك أن بيتكوفيتش سوف يعتمد عليه على الأقل في مباراة رواندا، ويعطيه بعض الدقائق في مباراة السويد كي يرى يعني مستواه في المباريات الكبيرة من المنتخبات الكبيرة. إذا راح نقولوا لما تجيب لعاب أو تقترح لعاب في المنتخب تقول علاش بولبينا ما جاش، لازم تنحي ولو أنه في قائمة 29 لاعب. نظن أن 29 ماشي 23 25 24 29 لاعب تما بولبينا تقدر تحطه. مانيش نقول لك عمر به ليكيب، لا. إذا كان الناخب الوطني بيتكوفيتش مقتنع بما قاله اليوم فلا جدال، نحبسوا هنا الجدال. وانا راني مقتنع باللي إلا سي ريزون. راني هذه نقولها لكم من نهار راح شاف رياض محرز وحكى معاه في جدة تيت تيت، داكور، حكى معاه راس في جدة،
نقولها لكم من دوك، ما عنده أي شيء في هذا المنتخب، يريد النجاح مع هذا المنتخب الوطني. هذه نعطيها لكم من دوك، هذا لا يجعل منه مدرب معصوم من الخطأ. إذا لما نتكلم على بولبينا شكون نحيو؟ يا مؤمن بولبينا صغير يلعب بافونسوت بلاصة كويري بلاصة عمورة؟ لا 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 لا، بولبينا متعدد المناصب في الهجوم، صح يلعب كمهاجم حر، ولكن لما يلعب على الجهة اليسرى يتقلق أكثر. تقول لي يا مؤمن عندنا بن رحمة، عندنا ممكن عمورة كذلك، وعندنا واسمو بلايلي، داكور، ثلاث لاعبين نعرفوهم مليح. كنا نقولوا عمورة وعلاش ما يجيبوش بالماضي، تخلى عليه بالماضي، مازالو صغير. حنا ما ندخلوش في هذا الجدال، لأني اليوم راني نشوف ازدواجية كبيرة في التحليل. عيب من بولبينا وليد الجزائر، من بولبينا يستاهل ندعموه، يستاهل نهضروا عليه، مي بصح نحترموا الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. راني نقول ونعاود، نحترموا قراره، ما فيها حتى هضره. لو كان ما سجلش بولبينا 18 هدف وكان عنده 8 مساهمات في 27 مباراة ولا 26 مباراة، ما نجوز نهضروا عليه، من المستحيلات السبع، ما كانش يجي يهضر عليه. وزيد فنان يعرف يلعب بالون. بولبينا من المواهب الجزائرية اللي لازم تخرج هذا الموسم، في نهاية هذا الموسم تخرج لأوروبا، خلينا هذا بين قوسين. إذا تقول لي يا مؤمن نحي بلايلي، نقول لك نحي مثلا نحي بن رحمة، ولكن بن رحمة وي بن رحمة تقدر تنحيه، باسكو بن رحمة شفناه راه في كيب ناسيونال دوبوي 2020 ولا 2019، ما شفناش حاجة كبيرة، دونك تقدر تستغني عليه في التربص هذا، ما عليناش. داكور، تقول لي ولكن بن رحمة وعلاش؟ نقول لك أنا علاش، لأنه فلاديمير بيتكوفيتش مقتنع ببن رحمة. ماذا قال لنا في تربص مارس؟ قال لنا أنتم كلكم تنتقدون بن رحمة، ولكن أنا يقنعني مما أطلب منه فوق أرضية الميدان، يقنعني. راهو غلط، ماهوش غلط، هو المدرب. حنا نقدروا نقولوا له جرب بولبينا ونشوفوا، هذا واش نقدروا نقولوا له، جرب بولبينا لنرى. هذه من جانب عادل بولبينا الذي لا جدال فيه، في قائمة، أقول جيدا، في قائمة موسعة 29 لاعب من المفروض يكون. دوك ما على بالناش، ولا حسب الأخبار الأخيرة لديه عنده تأشيرة باش يروح لستوكهولم، يعني السويد، إن شاء الله ماذا بيها، ولا كانت فيه اون اوبورتينيتي، لما لا، حنا نستناو. إلا أنه لا نستطيع أن نقول أو نفرض القائمة على الناخب الوطني، هذه مفروغ منه، لا جدال فيها. قلت لكم أنا ما عنديش ازدواجية في التحليل، عمري ما تكون عندي أنا مع المدرب بالماضي نقول لا لازم نخليو بالماضي وحادي لوسيتش هما يقروه، هما يجيبوا اللاعبين وخلوهم يخدموا. ومع فلاديمير لا، فلاديمير خدم مباراة واحدة خسرها، راهو يخدم في الطريق الصحيح منذ خسارة غينيا. ماذا قال؟ خسارة غينيا كانت درسا واعتبرها نقطة البداية. وقتاش راح عند محرز السي بيتكوفيتش؟ راح عند محرز وراء مباراة غينيا، وراء تربص غينيا، صح ولا لا؟ وعاود ردو وعطالو الكابيتان باسكو يعرف القيمة تاعو في المجموعة وعند اللاعبين، باسكو تكل على بنزية، تكل على ابراهيمي، تكل على هذا وهذا، ما مشاتلوش، يعرف بالون، يعرف. لهذا راه عاود رجع حتى لبن طالب، عاود رجع حتى للزروقي، عاود رجع حتى فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ لهذا يعتمد على مجموعة تقريبا بغداد بونجاح بلايلي محرز، هجوم نعرفه منذ على الأقل 3 سنوات. هذه هي الحقيقة اللي لازم نستوعبها ولازم نفهموها، ولازم نبتعد على ازدواجية التحليل. ما راني مع هذا، ما راني مع هذا، راني مع المنتخب الجزائري. أنا نسي نمد حلول، نسي نمد قناعة لتمد إيجابية المنتخب الوطني، بعيدا عن تصفية الحسابات والتشكيك في نزاهة الناخب الوطني، بعيد كل البعد عن هذا الأمر. قلنا إذا فيما يخص اللاعب كذلك المتواجد زروقي مثلا، زروقي تعرفوني مليح باللي ديما ندافع على راميس، لأنه راميس
أنا سألت المدرب الوطني الجزائري بيتكوفيتش، قلت له دوسو بيتكوفيتش لماذا تعتمد على اللاعب زروقي رغم كل ينتقده؟ قال لي ما أطلبه منه في أرضية الميدان يعملوا في أكمل وجه، وهذه حقيقة. ستة نيميرو 6 ما راهوش 10، ما راهوش يلعب ريليور كيما الناس تشوف كدا، كي يلعب بوست تاعو تشوفو خير، بصح كي راهو يديباني اون 6 في الجزائر راهو لاباس، ماشي هو اللي يحكم يدير بلي زوج ثلاثة ويروح، لا ما عندوش هذاك اللعب، ما عندوش هذاك اللعب، هذه حقيقة. بصح عنده بروفايل لي نيميرو 6 واحد اخرين لاعبين ارتكاز اخرين ما عندهمش، لهذا بيتكوفيتش يعتمد عليه. ولكن هذه المرة نقول كان جات ليا نجيب تيتراوي، علاش تيتراوي ما يستاهلش يا سيدي؟ مسيو زروقي عطينا لك لعبت بزاف نسحقوك ومازال تاكلين عليك، نتمناو لك هذا الصيف هذا بيسك راهو كلام كبير انك راح تغير نادي، نخليوك تريح موا جوان جويي تلقى كلوب تاعك مليح جديد ولا تكمل في فاينورد لا ندري، نخليوك ترتاح. احصائياتك لاباس بها في النادي ديالك رغم الاصابه، الناس كانت تهدر راهو سقط من حسابات المدرب، هو ما سقط ما والو، كان مصاب الله غالب. الناس تهدر، قلت لكم ازدواجيه في التحليل، هذا تاوعنا هدر عليه مليح، هذا مش تاوعنا يكسر. الله اكبر، حنا ما عندناش هادي نخافوا ربي، الحلال ثم الحلال. خلينا اذا اليوم قلت انا نشوف تيتراوي، نشوف قادري، صح ولا لا؟ انا كما نرجع كيفين جيتون، داكور، نرجع كيفين جيتون معروف نعرفوه منذ عنده شحال من تربص، علاه ما نسقيش دورفال مثلا؟ ماشي نسيه نقول لك راني نسيه يعني حق التجارب، لا نعطيه فرصه. تتقول لي ديشون لما سقال ديزيري دوي راح يسيه؟ كي سقال شرقي ما راحش يسيه يا اخي، رغم جاو بالضبط الجمهور الفرنسي والصحافه الفرنسيه جابوه. على كل حال فتحنا قوس السهله برك، هكذا مانيش حابب نتكلم عليه ابدا، هو لاعب فرنسي انا قلت لكم برك، يعني ماهوش يسيي، كاين دي جوار لازم تجيبهم، لازم تريكومبونسي ليفور تاعهم. واحد كيما بوعناني ما يكونش، بوعناني اللي جاز اون بيريود تري ديفيسيل، اذا كان الناخب الوطني يحب يعاون صح لاعبين نعطيلو يد المعاونه لبوعناني، ولا ماشي يد المعاونه، لا بوعناني نعطيلو ريكومبونس. علاش لونترينور تاع اللي كان في لونس او حكم النيس هذا الموسم قال لك بوعناني كان حاسما في حسم النقاط الأخيرة التي أهلتنا إلى منافسة أوروبية، قال لأن بوعناني عمل كثيرا وصبر ولمست فيه رغبة كبيرة في العودة بقوة فأعطيته الفرصة. فهمت المدرب كيفاش يخمم؟ دوك الناخب الوطني عنده أفكار وأمور أخرى، الله يسهل عليه، معليش حنا نحترموا القرارات تاعو ربي يسهل، بصح هاي ديك وين راهي بوعناني مثلا نديرها من هذا الباب. هاو التحليل كاش يكون موضوعي، سيد خدم دي باس ديسيزيف دي بوت في لافان سيزون، حب يقول راهو لاعب حتى لافامي، حب يقول راهو اون فورم، ما راهوش بيت غير كيما ولا، ما راهوش حابس دوبوي لو 10 ماي باغ اكزومبل. نعطيك واحد كيما عطال من 10 ماي هو حابس مثلا نهائي كاس قطر سمو الامير يا اخي هكذا. دوك اليوم تحكي لي على مثلا بغداد بنجاح كذلك، شحال عنده هو حابس؟ اسكو راح يجيب لك حاجه جديده؟ ما على بالناش، كان غايب لانه كان مصاب في شهر مارس، رجعته مقتنع به اكيد. هذا ما في حتى مشكله، هذه قناعتك كناخب وطني، داكور. مسكين بولبينا قلنا بوعناني، قلنا تيتراوي في مكان زروقي عادي جدا، زروقي نعرفوه، على بالي باللي الناخب الوطني مقتنع بزروقي لانه يعطيه بروفايل اخر ودي كاركتيرستيك مواصفات مختلفه عن اللاعبين اللي عنده في وسط الميدان، قوه بدنيه، حضور، ذكاء تكتيكي، تموقع جيد، البريسينغ في الكونتر بريسينغ يجيب بالون بالخلف. خلينا هادو هما امور تقنيه ما ندخلوش روحنا فيها، لانه الناخب الوطني هو اللي يعرفها، هو اللي راهو كما يقولوا يعرفها مليح. اما بالنسبه لي اللاعب بن رحمه ما فيها والو كذلك،
قال سعيد جو سي بيان كو في كونفيونس، تعرف جيدا يا سعيد انني اثق فيك، ولكن ركز على كما يقولوا مستقبلك مع ناديك ولا في نادي اخر، خليوك ترتاح. هذا المره حبيت نشوف بولبينة على الجهه اليسرى مثلا واش نخمم انا، باسكو ما تقدرش تقول لي المنتخب الوطني ماشي حقل تجارب، وي بصح كيفاش جا ديزيري دوي كاش جاو لي جان جوار هادو كاش يطلعوا داكور. دونك انا واحد كيما بغداد نقول له كذلك يا بغداد، هداف البطولة القطرية أو ثاني هداف البطولة القطرية، من أحسن اللاعبين في البطولة القطرية، نعتمد عليك. الموسم المقبل لدينا كأس إفريقيا وأنت لديك إن كان حقا تكلم مثلا مع لاعب زرقان، لما سألوه اليوم على زرقان قال زرقان يعرف لماذا لم نأتي به هذه المرة و داكور، حب يقول اهدر معاهم. هذه من جانب. من جانب آخر كذلك فيما يخص اللاعبين محليين، حضور مدني محمد أمين، أنا لمست من الذين يقرصون على سيارة الإسعاف. je suis pas de ceux qui tirent sur l'ambulance jamais de la vie. فقط أنه مدني صحيح أنه يمر بفترة صعبة جدا مع شبيبة القبائل، خاصة منذ مباراة شبيبة الثورة. نقولوا بلي زقالو ربما لأنه لا يرى مدافع محلي صلب أكثر منه، هذا رأيه، كل واحد ذو رأيه، هذه هي كل واحد ذو رأيه. كما قال الزروقي والناس قاعد تشوفوا ماشي لعاب، هو كذلك رأيه الناخب الوطني يعرف كيما قال مثلا يوسف عطال وقلت دوبي لو ديني، وعنده كيفين ديتون اريير دروا وعنده فارسي اريير دروا طرواز اريير لاتيرو، على بالو باللي هاد الزوج راهم احسن من عطال اللي عنده بزاف ما لعبش. دونك اون سي جامي عطال ما يكونش بيان، على الاقل عنده هادوما كومبيتيتيف. مثلا اريير غوش يتنوري حجام ما شاء الله يتيرمين اون تري بون سيزون، كملوا تري بون سيزون، واحد ما يكذبش. حراسة المرمى بن بوط كان في شهر مارس أحسن بكثير من فورمته الآن، ذهنيا لم يكن جيدا مقارنة بهذه الفترة، إلا أن هنا واش تفهم من التغيير في التغيير في الحراس المرمى، أنه ورشة حارس المرمى ما زالت عند الناخب الوطني يفكر فيها، ومازال ما لقاش التيتولار انديسكوتابل، مازال ما لقاش مبولحي تاعو، مازال ما لقاش. هذه ونزيدو كذلك عودة بن طالب، لاعبين اللي ربما الناخب الوطني يرى أنهم من نواة المجموعة هذه هي يا الخوة. نهار كنت نقول لكم الموخب الوطني لديه 14 ولا 15 اللاعب اللي كنا نعرفوهم كاع، ما تقولوا لي والو تغيير تشبيب، هذيك في متخيلات البعض برك. والله العظيم فلاديمير بيتكوفيتش سي مونترينور سي تكنيسيان، يهدر كرة قدم ما يهدرش بقلبه، يهدر بواش يشوف وبواش يخمم. فلاديمير بيتكوفيتش شاف مور مباراة غينيا اللي العودة إلى الأصل فضيلة، عاود رجع الجروب اللي يقدر يمشي به، اللي يقدر يصحح فيه، اللي يقدر يعتمد عليه، اللي يقدر يدير تكتيك جديد به يختلف تماما على التكتيك اللي كنا نلعبوا به. هذا هو الفكر السليم اللي داروا الناخب الوطني، والحمد لله أنه لم يسمع إلى الأبواق التي مثلا كانت تطالب بعزل رياض محرز. الحمد لله راح وهدر معاه وشاف، والحمد لله انه الفيدراليه الجزائريه لحد الان عطاته كاع الامكانيات وكل الصلاحيات والورقه البيضاء. هذا واش راهم خلينا حنايا نتفائلوا خير، الا انه نقول ونعاود فلاديمير بيتكوفيتش بهذه القائمه اثبت انه يعتمد على مجموعه ومصمم يروح بها الى كاس افريقيا وحتى الى كاس العالم. تقولوا لي يا مؤمن وراه شبيبتي تراوي قد هادو ما يقدرش يجيبهم كاع، يجيبهم لما يكونوا في اوج العطاء كيما دوكا بولبينة. من حقنا نقول علاش بولبينة ما كانش، من حقنا نقول لماذا زروقي وليس تراوي. بيان سور زروقي il passe par des moments difficiles sur le plan sportif
الله غالب. المنتخب الوطني سي بور لي ميور دو مومون، هادي نفرغ منها. بصح اون في كونفيونس ا بيتكوفيتش، لازم نكونوا وراء بيتكوفيتش ولازم نخدموا لصالح المنتخب الوطني وفقط. لما كنا نقولوا علاش عمورة ما يلعبوش ما يسقيلوش وكدايا، لازم دوك نقولوا تاني قبل شي نديروا ازدواجيه في التحليل. لا لا حرام حرام، لازم نكونوا قباله. on doit être des vrais analystes du football. On fait le football ما نديروش on rend service à personne. ما راناش هنايا باش نديروا كما يقولوا السوسيال، لا نكونوا قباله نهضروا فوتبول واش كاين واش ما كاش وفقط. اما عموره لما كان يديروا داخل السابق كان يديروا رومبلاسون يدخلوا ويماركي وكدايا ويلعبوا، كنا نقولوا علاش ما يلعبوش في مكانه. مثلا بغداد بونجاح الهداف التاريخي للسد، اسلام سليباني اللي كان يماركي في موناكو، سيتي با فاسيل اوسي تجوار يلعب في موناكو يماركي لكم بعد يجي الشامبيون يجي ليكيب ناسيونال تنحى ديروا كاريطا، صعيب الحال تانيك. بصح دوكا سني بلي الكا. دوك ابار كويري ما كانش يقولوا نلعب تيتيلار في لاطاك. انا بالنسبه ليا ويجي موراه عمار بيان سور عمار نحييوه السي عمار كرون جوار. دونك ابار عمورة وكويري جو بونس با رياض محرز، خلينا قايد فريق رياض محرز باينه. ابار هاد الزوج ما كانش يقدر يقولك لازم نلعب، جو بونس با. والله اعلم. نقولوا بولبينا ما نقعدوش دوكا نديروا ان كا بولبينا كيما درنا ان كا عمورة، نديرو نقولو يا با دو كا، يا دي شوا كون دوا ريسبكتي. سي فري كريتيكابل، سي فري يثيرون الجدل يثيرون التساؤلات، ولكن يجب أن نكون اليوم وراء منتخبنا الوطني وفقط، بلا ما نستناو حاجة من عند واحد، ما نستناو لا جزاء ولا شكورا. منتخبنا ماشي باسكو فلان صاحبي ولا فلتان صاحبي ولا ندير كوسطول، لا. مع المنتخب الوطني مشات مليح، راهي تمشي حتى لدرك، راهي تمشي، ما راناش نخسرو. ولكن اليوم مباريات ودية حبب له شفنا بولبينا، شفنا تيتراوي، شفنا واسمو بوعناني الميريت. بزاف ما يقولوا بولبينا 18 بيت كذا، مع بوعناني ولا فور مع نيس. علينا الاخرين مبينين، عيسى مونتي انطولي تاع ليكيب ناسيونال، احد كوادر المنتخب الوطني، هشام مداوي عوده قويه، نتمنى ان شاء الله يزيد يكونفيرمي هذا الموا جوان قبل ما يروح فاكونس. نتمنى باسكو لعب بزاف لي ماتش. اتونسيون شهر جوان واعر بزاف شهر جوان تربص، لي جوار يجوا عيانين، يجوا كما يقول لك ليسيفي كاع مغسولين من المباريات الكبيره والعديده اللي لعبوها. ولكن نحن دائما نقولوا ان شاء الله القادم افضل، وكرة القدم عقلانية بدون تصفية حسابات. الناخب الوطني جا القاضي جوار نحى عاود رجع سيا كدا، قالك ما كاش كيفاش. هاي المجموعة اللي لازم تكون، ومن حقه وما راهوش كيما يقولوا ما راهوش عنده يخدم على لا كوب دي موند، على بالو باللي قالوا له راه حنا نتكاليفيو كوب دي موند. دونك عنده الوقت منا 2026 تاع جوان 2026 يفا ترافايي افيك لو جروب اللي راح يكاليفيه، ومن بعد موراها يعرف اللي يحرق واش يجيب واش يخلي. باسكو نحبو ولا نكرهو خاوتي، اليوم كاين دي جوار قلنا في 90 في 29 لاعب لازم يكونوا، وواحد اخرين اللي عطاو المنتخب الوطني ويبقاو. خليني نقول يا سيدي معليش، خليني نقول راه كايز من المنتخب الوطني معليش، خليني نقول مي بصح كاين دي ماتش وين لازم هما يريحوا ويجوا لاعبين واحد اخرين، ماشي بور لي زيليميني، لا حنا ما نقولوش هذاك زروقي واحد ما نحاه باسكو يعرف يلعب بالون. لو كان ما جاش تاع فوتبال، لو كان لي سونطرينور ما يلعبوش ما يكونفوكيوش كاع، يطلعوه للتريبين والله ما يلعبوه. ما كاش واحد يدير فيك مزيه. بيتكوفيتش وين يعرفو بصح هذا الطرابلس حبه بالوش فينا لاعبين واحد اخرين، هذا ما كان. ولو انه نقولوا نعاود
نقولوا نعاود بيتكوفيتش يغلبنا في حاجه، يقول لك زروقي لاعب هذا جاب لي ربي، هذه هي السبه. هنا مربط الفرس. يقول لك اليوم انا ما عنديش لاعب في وسط الميدان بمواصفات زروقي. انت ما تشوفش المواصفات، هو يشوفها، هو مدرب، انت ماشي مدرب، انت تشوف لعاب كيما تحب انت، هذا ما كان. المهم خاوتي العزاز، نقول لكم بارك الله فيكم والله غالب. قلنا الامور هذيك اللي قاسنا بزاف، ولكن نشكركم مرة أخرى، بارك الله فيكم والله يعطيكم الصحة كامل. نحيي أفراد الجيش الوطني الشعبي اللي راهم دايرين عمل كبير، الله يحفظهم إن شاء الله، اللي راهم مرابطين في الحدود الجزائرية. لا خوف على بلادنا مدام الأشاوس في مكانهم، ومدام الأشاوس يناضلون سبيل جيش التحرير الوطني، مازالهم واقفين إن شاء الله، وكما يقولوا تاج راسنا. وإن شاء الله يا رب العالمين يحفظهم ويعينهم في مهمتهم النبيلة والشريفة، حماة الوطن، حماة شرف البلد، شرف البلد. ونحيي كاع خاوتنا جماعة واقي، جماعة الغواط، جماعة كاع اللي كانوا يبعثوا لي خاوتي. ما ننساش نهني مستقبل الرويسات، مبروك عليكم الطلعة. احنا لا ناقة لنا ولا جمل، نحن مع الفرق التي تصعد بنزاهة وبالتي فوق الميدان. مبروك عليكم، سلم لكم درع البطولة. مرحبا بمستقبل الرويسات في الدور البطولة الوطنية الليغ 1 موبيليز. نتمنى ان شاء الله موسم جيد لهذا النادي. ما ننساش كذلك نحيي خوتنا بن عكنون جيراننا، يعطيهم الصحة، عودة موفقة للقسم النخبة، بدون أن ننسى كذلك مولودية بجاية العزاز. يعطيكم الصحة، مبروك عليكم، موسم مشرف، هزيمة واحدة، صعود ولا في الأحلام ما شاء الله. القسم عودة، القسم الوطني الثاني، وداد تلمسان الغالي، الوداد العزيز، الوداد شرف الجزائر كذلك في البطولات العربية خاصة، أحد أكبر وأعرق الأندية في غرب البلاد. ما ننساوش كذلك نحييو خوتنا من أضرار، طلعة ديالهم بنيتور، العودة إلى القسم الثاني ما شاء الله. شباب بنيتور اللي ساهمنا في النهائي أمام وداد تلمسان في سنة 2000 مع السي غرور، المدرب الكبير غرور، العائلة الثورية الشريفة التي أنجبت هذا المدرب الكبير الذي أهدى لبنيتور أول كأس لجنوب الوطن العزيز علينا. خليني كذلك نهني كل الأندية اللي صعدت من الأقسام السفلى إلى الأقسام العليا. ما ننساوش كذلك حمزاوية عين بسام تاوعنا كذلك، نحبوهم بزاف. نتمنى الصعود لكل الأندية الجزائرية اللي تحب تشوف الفريق تاعها في 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 في, في كما يقول لك في القسم في الأقسام العليا، بدون أن ننسى كذلك إخواننا في غزة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهم إن شاء الله ويسدد خطاهم، وأن يثبتهم على النصر بإذن الله. شكرا لكم جميعا إن شاء الله. ما نسيناش أحبابنا ثاني في عين دفلة، أم بواكي، بزاف والله غير بزاف اتصلوا بنا. وما ننساش نقولوا هارد لك كذلك اتحاد الحراش، معليش ديمي فينال كوب دالجيري راح تطلع بنقطة، معليش اتحاد الحراش سي با لا فان دي مود. ولو حبابا نكون نشوفوا هذا النادي الكبير المدرسة، الفريق القوي جدا اللي عطانا مزياني المتعة، حكيم مدان المتعة، حسرات ما شافش حكيم مدان، لونيسي، بوبوي، راحم اللي ما شافش، شيراكا اللي ما شافش، يا حسرة بن عمر اللي ما شافش، يا حسرة لاعبين كبار والله صدقوني، حارس فتان، يا حسرة كرون كارديان بلا ليغون، يا حسرة. لا غير نحييهم كامل تاوعنا، ان شاء الله تصعدوا الموسم القبيل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.